الصبر. شوف الانفعال عندما تأتي الأزمات وتأتي المصائب والمحن، إذا ما هناك صبر لدى المسؤول، لدى العالم، لدى الأمير، لدى القائد، هي محنة. ردود الأفعال السريعة، الصبر فيه أجر كبير. اصبر الساعة الأولى والساعات التي تليها، وتأتي تتغير الموقف من هذه الساعة إلى بكرة. هذا الوقت يتغير تفكيرك تماما. إذا صبرت 24 ساعة يتغير التفكير تماما. لكن لو سارعت في اتخاذ القرار عندما جاء لك البلاغ في هذه الساعات الأولى، تصبح بعد 24 ساعة نادم على القرار الذي اتخذته. لكن لو صبرت 24 ساعة تجد أنه تغير الانفعال وردود الأفعال السريعة إلى بكرة. في هذا الوقت يكون قد غيرت تماما أفكارك نتيجة الصبر وغيرت القرار. إلا إذا كان ملزما وحتمي بعد 24 ساعة ولن يعني تشبعت بقناعة كاملة أن القرار صعب، فليتخذ. سيأتوكم خطباء من أصحاب نظارات سوداء حاتمة، ولن يروا الطرقات والمشاريع والخدمات. يمر على طريق اسفلت ويحتفل في جامعة ويحتفل في مدرسة ويقول لا يا إخواني لا نرى تنمية. لا، هذا هو الفساد. الجامعة فساد، والكهرباء فساد، والطريق فساد، وتربية الجيل الناشئ وتعليمه ومحو الأمية فساد. ما هو الصلاح يا أصحاب شعار إنهاء الفساد؟ على الأحرار والضباط والعلماء والأدباء أن يكتب التاريخ بأمانة دون أن يجردوا دور الآخرين. يجب أن تكتب تاريخ الثورة بشكل إيجابي. الآن في ذكريات الشعوب وفي ذكريات الشباب لا يعرفون ما عانت الثورة من إشكاليات ومن شحة الإمكانيات. كم في شحة إمكانيات؟ كان التعليم محدود، كانت الثقافة محدودة. اليوم نرى المدارس والجامعات والمعاهد والكليات لا يعرفون ما كانت الصعوبة التي تواجهنا أمام التعليم العام. كان التعليم محدود جدا، وبنسبة لا تتجاوز المئات والآلاف من المتعلمين الذين يجدون القراءة والكتابة. ولكن اليوم عندنا شهادة الدكتوراه والماجستير وشهادات عليا فنية ومتخصصة في شتى المجالات. وأكبر دليل على ذلك لما أصبتنا يوم الجمعة وأسعفت إلى مستشفى العروض، وأجاني نائب الرئيس الفريق عبد الربوع منصور هادي وعدد من العسكريين، وقلت له أخ النائب تحرك العمليات، ألغي أي تحرك عسكري على التو، وتتحمل كامل المسؤولية ألا تتحرك أي قوة عسكرية مهما كان الحدث، حتى لو متنا الآن. هذا مع نائب الرئيس. والتلفون الآخر أخذت مع قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح، امنع أي تحرك أو أي رد فعل من جانبك عسكريا، لن نأخذ أي قرار. وحتى الآن وقبل الآن لن نأخذ أي قرار برد فعل على أي هذه القوى الخارجة عن النظام. لن أترك شعبي ولن أترك شعبي ولن أترك رفاقي ولن أترك الصامدين من الرجال والنساء الذي صمدوا 11 شهر. لن أتركهم، ولا من صمدوا في وجه أعداء الثورة 49 سنة. لن أتركهم بالميدان لوحدهم. أنا ما عندي من ثروة شلوك. أنا ثروتي بصمات في داخل اليمن. ثروتي هي الثقافة، وثروتي هي الوحدة، وثروتي هو استخراج النفط، وثروتي هي البنية التحتية للبلد، للطرقات، للجامعات. هذه ثروتي، وثروتي بناء الإنسان. أنا وما يطالبوا مني يشيلوا، خذوا أي ثروة خذوها في الداخل ولا في الخارج. وإلى أين تتجه اليمن؟ إلى أين أنتم ناويين تأخذوا اليمن؟
إذا كانت تسألني عن الإرادة السياسية لدي ومن معي وحزب، فتتجه اليمن نحو التصالح والمصالحة ورمي الماضي وراء الظهر، رمي الماضي كله وراء الظهر والاتجاه نحو أمن واستقرار ووحدة اليمن. هذا ما نطمح إليه إذا تعاونت كل الأطراف. هذا ما أمنيتنا. نختلف ونختلف ونتفق، لكن الوحدة راسخة، لا نقاش ولا بحث حولها. وهؤلاء الذين يتحدثون عن انفصال ولا ما يتحدثوا عن انفصال ولا عن حراك جنوبي، هذا كلام. أنا أقول بيت حميد الدين خرجوا من اليمن في عام 1962. الإنجليز خرجوا من جنوب الوطن في عام 1967. لا يمكن الإنجليز مرة ثانية يعود، ولا يمكن بيت حميد الدين أن يعودوا مرة أخرى ليحكموا اليمن، ولا يمكن أن يعود اسم الجمهورية العربية اليمنية إلى ما قبل 22 مايو، ولا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تعود إلى ما قبل 22 مايو. هذا يصبح من المستحيل. سنختلف، سنتفق، سنسد، ما في مشكلة، لا خوف على الوحدة. الرئيس المستقبلي ومع حكومته نتمنى أن يقف الجميع إلى جانبه، لأنه وقفتم إلى جانبه وإلى جانب الحكومة هو وقفة مع الوطن، هو وقفة مع شهدائنا، شهداء سبتمبر وأكتوبر، الشهداء الذي كانوا ضحية ما يسمى بثورة الشباب والاعتصامات التي حدثت خلال 11 شهر. لا داعي أن نسترسل في هذا الأمر. 11 شهر قطعنا الطرقات وقطعنا الشوارع وطفينا الكهرباء وفجرنا أبو النفط. هذا ثورة الشباب. وسرقوها، هذه سرقوها كانوا محسوبين على المؤتمر الشعبي العام، وخرجوا من المؤتمر الشعبي العام فاسدين، وخرجوا إلى ساحة الاعتصام وطلعوا منتصرين. الآن مسكوا حكايب سياسية. ندع هذا جانبا ونرمي هذا التاريخ وراء ظهورنا. وأدعو الجميع وأوجه الجميع من هذا المكان وإلى جانب قيادة المؤتمر، أوجه الجميع، أوجه أبناء الوطن، أبناء سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين، أن يلتفوا حول بعضهم البعض، وأدعو إلى المصارحة والمصالحة، ما عدا ما يخص الإرهاب. الإرهاب هذا له وضع آخر، لكن مصارحة ومصالحة من خلال المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية في إطار مؤتمر وطني عام، أن يتصالحوا الناس، وأن تنتهي المظاهر المسلحة، وأن تفتح الطرق، وأن تنتهي المظاهر العسكرية والميليشيات، ونبني يمن جديد. جربنا مساكين الشباب 11 شهر في الاعتصامات فيها شباب. ارجعوا إلى مساكنكم، أعودوا إلى بيوتكم، أعودوا إلى أسركم. 11 شهر، لو فرضنا 11 شهر أنتم ثورة الشباب، كم حقيبة دبلوماسية سياسية؟ الوزارة من 33 وأنتم حوالي 10 إلى 15,000 إلى 20,000. كم هتكون وزراء؟ 20,000 30,000 وزراء ومؤسسات. تعبتوا، وأنا أشفق عليكم وأقول عودوا إلى مساكنكم وتبدأوا صفحة جديدة مع القيادة الجديدة. نحن في المؤتمر الشعبي العام أدعو كل قيادة المؤتمر وأعضاء المؤتمر وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى الوقوف وقفة جادة أمام الانتخابات الرئاسية القادمة في 21 فبراير، وأن يبذلوا كل قصارى جهدهم، وأنه مش إنجاز لعبد ربه منصور، إنجاز لكل اليمنيين، إنجاز لكم يا مؤتمريين إن أنتم حققتوا هذا الانتصار الديمقراطي. أدعوهم إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع دون تباطؤ. صناديق الاقتراع هو انتخاب واستفتاء على مرشحكم، هو مرشح الوفاق، لكن هو مرشحكم كمؤتمريين. ونحن نعرف لأنه قد جربنا التنسيق مع بقية الأحزاب في انتخابات سابقة، يقولون سنرشحك
وسنقف إلى جنبك لما نجي نكشف على الصناديق كلها تطلع فالتو. فلكن أنا أعول على المؤتمرين أن تكون صناديقكم مملوءة بكروت الاقتراع، أنتم وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. أشكر شعبنا رجالا ونساء على الوقفة الصامتة وعلى ما تحملوا خلال 11 شهر من جوع، من انقطاع تيار، من فقدان العلاجات، من أشياء كثيرة. وأنا أحيي هذا الشعب الصامد، الشعب البطل، الشعب المناضل، شعب سبتمبر وأكتوبر. أحييكم وأطلب العفو من كل أبناء الوطن رجالا ونساء. إذا كان هناك قد حصل قصور أثناء فترة ولايتي 33 سنة، فأطلب المسامحة والاعتذار من كل المواطنين اليمنيين واليمنيات. وعلينا أن نهتم بشهدائنا وجرحانا. ومرة ثانية أنقل كل التحايا إلى كل أبناء الوطن في الداخل والخارج على الصمود الرائع، وادعوهم إلى العودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء. أنا سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعود إلى صنعاء رئيس للمؤتمر، وننصب الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيسا للدولة بعد 21 في دار الرئاسة، ونعزف السلام الوطني والنشيد الوطني، ونجيب كبار المسؤولين، وفي داخل قصر الرئاسة، ويستلم سكن الرئاسة، وعلي عبد الله صالح يأخذ شنطته ويودع ويذهب إلى مسكنه. هذا ما هو البروتوكول الذي احنا نعمله. فتعتبر المسؤولية موكلة إلى الأخ عبد ربه منصور، وأعلن من هنا تقديرا واحتراما ومكافأة لوقوفه ولصموته، أعلن ترقيته إلى رتبة المشير. واصلي 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 واصلي. والعزم المتين يا بلادي، يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين يا بلادي. قوة الإيمان والعزم المتين يا بلادي، يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين يا بلادي. يا بلادي قد على شانك على شانك وربي لك معين يا بلادي. قد على شانك على شانك وربي لك معين. رايتك تحمل شعارك يا بلادي، هي في الدنيا منار يا بلادي. رايتك تحمل شعارك هي في الدنيا منارك. واصلي والله يحميك إله العالمين يا بلادي. واصلي والله معاك واصلي، وحنا وراك واصلي والله يحميك إله العالمين إله العالمين.
واصلي احنا وراك واصلي والله يحميكي يحميكي إله العالمين إله العالمين يا بلادي واصلي والله معاك واصلي احنا وراك واصلي والله يحميكي يحميكي إله العالمين إله العالمين. قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين يا بلادي يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين. يا بلادي قوة الإيمان بالإيمان والعزم المتين يا بلادي يرتقي الإنسان عن إيمان في دنيا ودين. يا بلادي يا بلادي قد على شانك على شانك على شانك وربي لك معين. يا بلادي قد على شانك على شانك على شانك وربي لك معين. رايتك تحمل شعارك يا بلادي هي في الدنيا منار. يا بلادي رايتك تحمل شعار هي في الدنيا منارك. واصلي والله يحميك يحميك إله العالمين إله العالمين. يا بلادي واصلي والله معاك واصلي وحنا وراك واصلي واصلي والله يحميك يحمي إله العالمين إله العالمين. واصلي 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 واصلي